على مدار السنين والأجيال كانت الترجي من أكثر الإكيبات المرشحة على البطولات الكل. أما في فترة ما بعد 2011 تعدت الترجي على المستوى القاري بواحدة من أصعب فتراتها على مر التاريخ. هذه تفاصيل حكاية الترجي وكيفاش هيمنت على أفريقيا لمدة عامين. بعد ما ربحت الترجي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخ عام 2011 تحت قيادة المدرب نبيل معلول والقائد أسامة الدراجي، في نفس الوقت الموسم هذاك يعتبر واحد من أنجح مواسم في تاريخ الترجي، ثلاثية تاريخية، بطولة، كاس ودوري أبطال. بعد إنجاز هذا الطموح بدأت تكبر وكل جوار عبر على فرحته بطريقته، ومنهم خالد القربي اللي قال ما ريتش في حياتي الثلاثية وإن شاء الله طموحنا الرباعية. في نفس الموسم هذاك يشارك الترجي في كأس العالم للأندية اللي مقام في اليابان ويخسر في ربع النهائي ضد السد بنتيجة 2-1، وفي تحديد المرتبة الخامسة يخسر ضد مونتينيري المكسيكي بنتيجة 3-2. بعد النتائج هذه يستقيل نبيل معلول من المنصب متاعه اللي في الفترة ذيك كان يعتمد في التكتيك متاعه على تشكيلة 4-2-3-1 اللي كانت القوة متاعها تظهر في المساندة الدفاعية والهجومية متاع الوسط، بالذات اللي التشكيلة في الدفاع تتقلب بال4-4-1-1 وفي الهجوم تتقلب بال2-3-2-3. في الموسم اللي بعده 2011-2012 يدخل الترجي بطموح ومسؤولية صعيبة في انه يبقى محافظ على الألقاب متاعه وفي نفس الوقت يحقق اللقب الرابع اللي كان ناقص الرباعية، ويتعاقد الترجي مع مدرب جديد ميشيل دي كاستل واكيد برشا جوارات جدد ومنهم يانيك نيانغ بقيمة 600,000 يورو اللي كان من احسن المهاجمين في البطولة الجزائرية واكثر مهاجم اجرا في البطولة، اللي علق عليه رئيس مستقبل البجاية بوعلان بالطيب وقال لقد سجل 14 هدفا في الموسم وانا ثاني افضل هداف في البطولة. وفي نفس الوقت يخرج واحد من اهم جوارات الترجي أسامة الدراجي لسيون السويسري بقيمة 2 مليون يورو. اول الموسم هذا يدخل الترجي باختبار صعيب وهي انه يكمل يحقق السوبر واللقب الرابع على القائمة متاع القاب السيزون اللي فاتت، والماتش كان ضد المغرب الفاسي اللي صعب برشا الماتش على الترجي بالذات انه ماركة دقيقة 20. جيش الملكي اكس فار تمشي الكرة عن طلاق الرواء والكرة خطيرة والهدف الاول الماس، الهدف الاول الماس 1-0 للمغرب الفاسي عن طريق حمزة بورسوق. قلت ماتش صعيب وماتش طويل، هدف في دقيقة 20 للمغرب الفاسي في هذه التوزيعة، كرة في البريمي بوتو في القائم الأول يمشي لها بورسوق يسبق بالمنصور، مش معقول مش مقبول يا بالمنصور، تعطي مترو كامل لبورسوق وبورسوق يفتح باب التسجيل. وفي الميتون الثاني ورقة حمراء المجدي التراوي. المجدي يقاتل ممتاز التراوي، يمشي التراوي الحكم يقول خطأ، الحكم يقول خطأ ضد مجدي والكرة ستعود للفريق المغرب الفاسي. فما ورقة صفراء، إذا كانت عنده ورقة صفراء أولى ستكون حمراء بالفعل، هي الصفراء الثانية. وبعد فرص ماتش كامل يعدل خليل شمام في دقيقة زائد 10. يمشي نيانغ لعله وعساه، الكرة تمشي للترجي الرياضي، تلعب الكرة خطيرة، كرة نيانغ وكرة ما زالت خطيرة، يطلع معاه كرة لفريق الترجي مش ممكن ضاعت ما زال دربالي حط كرة والرأسية والتعادل للترجي الرياضي، خليل شمام يرجع الترجي، مش معقول. بعد ذاك يمشي الماتش للبلانتيات، وبعد ما ضيع سامح الدربالي ووليد الهيشري السوبر يكون من نصيب المغرب الفاسي. الدربالي يختار الابتعاد الاقتراب، يقترب سامح الدربالي ويضيع سامح الدربالي، يمشي وليد الهيشري وكوحة، وليد الهيشري يتقدم ويضيع مرة أخرى الهيشري، يمشي كرة ديوب ويسجل الماس، بطل السوبر المغرب الفاسي، بطل السوبر افريقيا. الموسم هذا كان في البلانتيات عبارة على عقدة للترجي، خاطر حتى في نصف النهائي ضد صفاقس في الكاس تخسر الترجي في البلانتيات، وعلى مستوى البطولة الترجي كان هو المتوج بها. واخر الموسم هذا وقبل مجموعات الشامبيونز ليج يعاود الترجي يتعاقد مع المدرب نبيل معلول ويتعاقد مع واحد من احسن شبان البطولة الجزائرية يوسف البليلي اللي كان عمره 20 عام. وبالنسبة للشامبيونز ليج تترشح الترجي وسانشاين ستارز في المجموعة الأولى والأهلي ومازيمبي من المجموعة الثانية، وبما أنه الترجي تصدرت المجموعة نتاعها الماتش نتاعها مش يكون ضد الثاني من المجموعة الأخرى
أخرى واللي هو تيبي مازيمبي. ماتش الذهاب كان في الكونغو الديمقراطية وواحد من أصعب الاستادات في إفريقيا، وبعد ماتش صعيب يخرج الترجي بأقل الأضرار ويتعادل 0-0. ماتش الإياب اللي كان في رادس الترجي يستحق أقل حاجة بونتو باش يترشح، وبعد برشا فرص ضايعة محمد علي بالمنصور يجيب المطلوب. هنا الترجي التونسي في الدقيقة 70 يمشي الشمام يحط كرة براس خطيرة والهدف الأول، الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. دليل بالمنصور يفتح باب التسجيل. أحلى هدف، يحلى تنفيذ، يحلى تسليم، كمان تكبير يا عملاق العاصمة. 1-0 على داخلتك يا بليل يا مزيان. 1-0 الترجي الرياضي التونسي ولعت شعلت في استاد رادس. الترجي يتقدم عن طريق المدافع، يمشي الشمام، هنا ضربة الراس، كورة بالراس بالبلايلي. مازنك محلاك يا يوسف يا بلايلي، هو اللي يعمل السنتراج. شمام الديفياسيون، المتابعة، جول ريديبيتور إيليي. بعد ذاك يقابل الترجي الأهلي في الفينال في محاولة باش يحافظ على اللقب متاعه اللي كان المتوج به الموسم اللي قبله، والأكيد إنه مش تكون حاجة سهلة، بالذات إنك تلعب ضد الأهلي وفي القاهرة وضد أسامي كيما أبو تريكة، جدو ووليد سليمان، وبعد فرص ضايعة مزوز في رقم ميتون كامل وليد الهشري مركي بونتو في أول ميتون ثاني من الركنية. إذا الكرة ثابتة، الترجي معروف باستغلال الكرة الثابتة. خليل شمام في التوزيع، شمام اللي يوزع، جول جول جول. الإسكندرية تستمتع بالفرقة الترجية الليلة، أغلى الأقدام جنسيتها تونسية، حمراء وصفراء، يا سلام، نموذجية ومثالية. هذا اللون عليك يجنن يا الترجي. اخر الماتش جوالات الترجي يرجعوا الكل التالي في محاولة انهم يبقوا محافظين على النتيجة، وفي دقيقة 88 السيد حمدي عدل النتيجة. عماد متعب يرجع للوراء، صعوبة اختراق جدارات الفريق التونسي. مراوغة أولى والمراوغة الثانية والتصويب والتعادل. التعادل بين الأهلي والترجي، التعادل بين الأهلي والترجي 1-1. السيد حمدي يعدل النادي الأهلي. حتى كان تعادل الترجي الماتش هذا منطقيا ما زالت تعتبر النتيجة إيجابية. وقت علق رياض بن نور رئيس فرع كرة القدم وقال نتيجة إيجابية، لكن بعد التقدم متاعنا مدة 88 دقيقة تمنينا نكونوا منتصرين. ماتش الإياب مش يكون في رادس، تعادل 0-0 يضمن اللقب للترجي، بس بقية الأهداف خارج الديار. وبعد ما حافظ الترجي على نتيجة 0-0 مدة 42 دقيقة، السيد حمدي وناجي جدو يجيبوا البونتو الأول. المباراة ستلعب للخواتيم، هذا متفق عليه. هو كرة ترجع للنادي الأهلي، ترجع الكرة مرة أخرى لوية السيد حمدي خطيرة جدا. السيد حمدي والهدف الأول النادي الأهلي عن طريق ناجي جدو في وقت قاتل. وفي الميتون الثاني الترجي يلعب الكل في الكل، ويخرج وسط الدفاعي كريم العواضي ويبدلوا بإيهاب المساكني الوسط الهجومي، ويخرج وجدي بوعزي ويدخل في بلاصته يوسف البليلي، وفي دقيقة 61 يمركي وليد سليمان البونتو الثاني. نصف ساعة للآمال الالتحاق بركب البوديوم من أجل الذهب وليس الوصافة. مرة أخرى يا هشري، كرة من وليد الهشري، يرجع مشكلة للترجي في الوسط، اختيرة برشا، 2-1 وكرة خطيرة، وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني لوليد سليمان. الهدف الثاني بعد خطأ كارثي في دفاعات النادي الأهلي اللي نقول يضمن البطولة بنسبة توصل 99%. وبعد ذاك يوفى الماتش بتتويج الأهلي باللقب السابع في تاريخه في دوري أبطال أفريقيا موسم 2012-2013. وقبل ما تبدأ السيزون، بعد ما تعاقد الترجي مع يوسف البليلي، يتعاقد مع حسين الراقد في صفقة انتقال حر باش يعوض بلاصة خالد القربي اللي تباع بقيمة 1.5 مليون يورو. وفي الميركاتو الشتوي في جانفي يتعاقد الترجي مع أحمد العكاشي بقيمة 700,000 يورو، ويبيع واحد من أهم الجوالات الموجودين في الجمعية يوسف المساكني بقيمة 4.25 مليون يورو حسب ترانسفير ماركت، واللي لليوم الصفقة هذه تعتبر أغلى صفقة بيع صارت في تاريخ البطولة التونسية. وفي نفس الموسم بالضبط في جانفي 2013 يعين الترجي مدرب جديد ماهر الكنزاري اللي كان يعتمد زاد على تشكيلة 4-2-3-1 واللي ساعات يبدل التشكيلة 4-5-1. والموسم هذا سيستم البطولة التونسية تقسم لزوز مجموعات، والزوز الأولانيين من كل مجموعة يلعبوا على البطولة بين بعضهم، والترجي تخسر البطولة لصالح صفاقس بفارق نقطة بعد ما ربحت 4 ماتشات وخسرت زوز. وبالنسبة للكاس الترجي ما تترشحش للدور الثاني،
وفي الاخر الكاس كان من نصيب بنزرت. الموسم هذا محليا كان فاشل بالنسبه للترجي، والحاجه الوحيده اللي خرج بها هي انهم ربحوا جوار صغير وواعد، هيثم الجويني اللي كان في صداره هدافين البطوله مع عبد المؤمن الجابو. على المستوى القاري في دوري الابطال وقبل ما تبدا البطوله مره اخرى يرجع الترجي دعم الصفوف نتاعو ويتعاقد مع اسامه الدراجي قيمه 2.2 مليون يورو. يترشح الترجي كمتصدر المجموعه نتاعو وبعده كوتون سبورت، والمجموعه الثانيه يترشح منها الاهلي اورلاندو بيراتس. الترجي قابل اورلاندو بيراتس، وماتش الذهاب مش يكون في جنوب افريقيا بعد ماتش كامل تعدى فرص ضايعه يمين ويسار. وعلى الرغم من انه الماتش فاز 0-0 اما تعتبر نتيجه سلبيه في الوقت هذاك، خاصه بنظام الهدف خارج الديار. وقتها بعد الماتش علق ماهر الكنزاري وقال نتيجه تعتبر فخ بالنسبه لنا، تخلي وضعيتنا صعيبه في الاياب. ماتش الاياب مدرب اورلاندو بيراتس روجر ديسا يبدل رسم التشكيله اللي بعد ما لعب في الذهاب تشكيله 4-3-3 يبدل التشكيله 4-2-2 في محاوله انهم يعملوا تكتل دفاعي بالذات مع زوز محاور الموجودين في الوسط، وذيك الحاجه اللي صعبت الماتش خاصه على يانيك نيانغ وقت اللي يلقى روحه وحده بين 6 جوارات. وذاك اللي صار بالضبط. الميطون الاول يوفى بتعادل سلبي 0-0، ومع اول الميطون الثاني يخطف اورلاندو البونتو الاول من الركنيه. يمو التاريخ الطويل، العب القدام ما تلعبش التالي يا الترجي بالراس. والهدف الاول، الهدف الاول جنوب افريقيا، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، ياسر في الدفاع وبالتالي الهجوم الجنوب افريقي من ركنيه عن القائم الاول يفتح التسجيل في 6 دقائق نادي اورلاندو بيرات. وبعد دقائق من بونتو اورلاندو وماتش كامل مع فرص ضايعه، البليلي والمساكني يلقاو الحل. شمام يمشي شمام، كورة للترجي التونسي البليلي هاريسون افول للدربالي، دربالي يحط كورة مرة أخرى للترجي الرياضي، يمشي البليلي، يدخل البليلي في منطقة الجزاء، البليلي ممتاز، البليلي الترجي الرياضي التونسي لا بومبا. هدف التعادل يا ابن مساكني، الترجي حي لا يموت، الترجي يمرض ولا يموت. اما حتى البونتو هذا ما كانش حل للترجي باش يترشح وتخرج الترجي من نصف النهائي. وقتها علق مساعد المدرب اسكندر القصري وقال ماهر الكنزاري خدم خدمه كبيره برشا، اما حالفناش الحظ وفما ظروف في الكواليس ما ساعدتش المدرب. موسم صفري والنسيان بالنسبه للترجي تخليه ما يخرج بحتى لقب في المنافسات الكل. موسم 2013-2014 اهم التغيرات اللي صارت في الجمعيه هي انه الترجي تعاقد مع ايهاب المباركي قيمه 500,000 يورو من ايفيان، ويبيع زوج جوارات اساسيين، وجدي بوعزة بقيمه 600,000 يورو ووليد الهيشري بقيمه 700,000 يورو. بعد تدريب اسكندر القصري بصفه وقتيه يتعاقد الترجي مع المدرب الفرنساوي سيباستيان دي صابر اللي ما طولش برشا تقريبا شهر وخرج، وجاء في بلاصته المدرب الهولندي رود كرول. عدم الاستقرار الفني هذا كان نقطه استفهام لبرشا ناس، 3 مدربين في ظرف 3 شهور ماهيش حاجه عاديه. بعد ما جاء رود كرول في جانفي 2014 الترجي يجيب المطلوب كنتائج، 19 ماتش في البطوله بالقياده نتاعو، الترجي يخسر كان ماتش برك اللي كان ضد حمام لمف، الحاجه اللي خلته يحقق البطوله. اما الاداء ما كانش كما المطلوب، بالذات انه المدرب بدل برشا من تشكيله الترجي، تشكيله 4-5-1 ويلعب بالعكيشي كاليو جوش. وبالنسبه للكاس الترجي تقابل صفاقس في ربع النهائي وتخسر بنتيجه 2-1، وسيزون ذيك الكاس كان من نصيب لطوال. على المستوى القاري في دوري ابطال افريقيا الترجي يبدا البطوله باداء ضعيف ويخسر اول 2 ماتشات في المجموعه، ونتيجه ذاك يقيل الترجي المدرب رود كرول ويقرر انه مره اخرى يعطي فرصه للمدرب سيباستيان دي صابر. وقتها علق المحلل حسام الحاج علي وقال رود كرول لم يغير شيء بل غير الى الاسوأ. تعيين المدرب الجديد كان محاوله انه ينقذ الترجي ويخليهم يترشحوا، وصحيح النتائج تحسنت اما الترجي تفشل في انها تترشح وتحقق المرتبه الثالثه بعد وفاق ستيف وصفاقس. موسم 2014-2015 يعين الترجي المدرب خالد بن يحيى، والموسم هذا يصيروا برشا تغيرات في الليكيب ويخرج جزوز من اهم الجوارات الموجودين. خليل شمام يتباع بقيمه 800,000 يورو، ويوسف البليلي يتباع بقيمه 1,000,000 يورو، ويطلع غالين الشعلالي من الجونيور يتعاقد مع فوسيني كوليبالي وموسى ماريجا. اما التعاقد متاع موسى ماريجا كان فيه مشكله للليكيب واللي هو قانون عدد اللاعبين الاجانب الموجودين في ارض الميدان، وعلى ذاك ما لعب حتى ماتش. خالد بن يحيى كان يعتمد في الغالب على 2 تشكيلات، التشكيله الاولى 4-3-1-2 اللي نقطه القوه متاعها في الكثافه العدديه في الوسط والمرونه التكتيكيه، يعني في الدفاع تنجم تتحول 4-4-2 وفي وقت الاتاك تولي 3-4-3. بالنسبه للبطوله في اول 16 جوله مع خالد بن يحيى الترجي يربح 6 ماتشات يخسر 3 ويتعادل 7، وعلى هذاك يقيلوا خالد بن يحيى ويعينوا في بلاصته خوسي مورايس اللي كان يعتمد على تشكيله 4-3-3 الدفاعيه، تشكيله تعتمد على 2 محاور. مع المدرب الجديد النتائج تحسنت برشا، وفي 14 جوله الترجي يربح 10 ماتشات يتعادل 2 ويخسر 2. اما حتى مع النتائج هذه ما تكونش كافيه للترجي، والترجي تحتل المرتبه الثالثه في البطوله بعد لطوال والافريقي. وبالنسبه للكاس الترجي تخرج من ربع النهائي على يد حمام لمف. على المستوى
المستوى القاري الترجي المرة هذه يخرج من دوري أبطال إفريقيا من التصفيات ويخسر في زوز ماتشات ضد المريخ السوداني. وقت الإدارة تقرر تقيل خوسيه مورايس وتعين في بلاصته المدرب خوسيه أنيغو، وبعد ذلك تتحول المنافسة لكأس الكونفدرالية الإفريقية في واحدة من أقوى النسخ متاعها. وقبل ما تبدأ البطولة مجموعة الترجي كانت الأهلي، ليتوال، وستاد ماليان، ومع المدرب الجديد يخسر الترجي في 3 ماتشات ويربح كان ماتش واحد. هذاك على الإدارة تقيله في أسرع وقت ممكن ويعينوا في بلاصته عمار السويح اللي خسر معها الترجي آخر ماتش واللي احتل المرتبة الأخرى في المجموعة. موسم للنسيان بالنسبة للترجي يخرج به مرة أخرى بموسم صفري، موسم 2015-2016 بقيادة عمار السويح، وبعد ما يغادروا برشا جوارات مهمين كما أريسونا فول، أسامة الدراجي، يانيك نيانغ، فوسيني كوليبالي في إعارة. المرة هذه الترجي يعمل ميركاتو أحسن برشا من العوام القبل ويتعاقد مع برشا جوارات: فخر الدين بن يوسف، طه ياسين الخنيسي، سعد بقير، آدم الرجيبي، ورجوع خليل شمام. نتائج الترجي على طول الموسم في البطولة كانت إيجابية، أما بسبب خسارة الترجي في الماتشات اللي كانت تعتبر سهلة اللقب تحسن من ليتوال، بالذات انها موسم كامل خسرت كان ماتش بارك. على المستوى القاري وبما انه الترجي الموسم اللي قبله جات في المرتبة الثالثة تشارك في تصفيات الكونفدرالية وتخرج من المسابقة ضد مولودية البجاية بأسبقية هدف خارج الديار. الموسم هذا الامل الاخر مازال في الكاس، وقبل ما يبدا الكاس اللي كان يتلعب اخر الصيف الترجي يدعم صفوفه بجوارات اخرين: فرجاني الساسي، انيس البدري، وايمن بن محمد. الترجي المره هذه وبعد 4 سنين يوصل للفينال ويقابل النادي الافريقي، وعمر السويح يدخل بتشكيله 4-2-3-1 وبعد من طون كامل من غير بنطوات الدقيقه 50 الخنيسي يلقى الحل. دولين الشارني. هكذا اذا المشهد اكتمل بالكاس الجديدة، الكاس التي صممت في روما وصنعت في باريس، تكون ترجاوية لمكشخة ومين غيره. نعم، هداف كاس تونس يعلنها الآن الترجي أولا. الكرة على طول للجهة اليسرى والمحاولة من بقير بيسدد وتعود. واخيرا بعد 4 سنين الترجي يتوج بالكاس رقم 15 في تاريخه، وبعد التتويج هذا علق مجدي التراوي وقال: التتويج هذا مهم برشا لمعنويات الجوارات الجدد ويخليهم يطمحوا الألقاب ما اكثر المواسم الجايه. موسم 2016-2017 بعد التعاقدات اللي عملها الترجي الصيف اللي تعدى وبعد 12 جوله في البطوله الترجي قرر انه يعين فوزي البنزرتي كمدرب لليكيب في طموح انه يكون قادر ويجيب الشامبيونز ليج. الموسم هذا سيستم البطوله يتبدل ويعاود يتعمل كما عمل 2013: 2 مجموعات وكل مجموعه يترشحوا منها 3 ايكيبات، والسته اللي يترشحوا يلعبوا بلاي اوف ضد بعضهم، وفي 10 ماتشات الترجي تربح 8 وتتعادل 2 ويكون هو المتوج بالبطولة رقم 27 في تاريخه بعد ما يربح ضد ليتوال في آخر ماتش. واخر الماتش هذا علق طه ياسين الخنيسي وقال: نظام البطولة كان يتعب بالنسبة لنا واستحقين البطولة هذه عن جدارة. على مستوى الكاس وفي محاولة انه يبقى الترجي محافظ على اللقب متاعه يقابل بن قردان في نصف النهائي، اما مشواره يوفى بعد ما خسر 1-0 والكاس يكون من نصيب النادي الافريقي. قبل ما يبدا الشامبيونز ليج يتعاقد الترجي مع واحد من احسن جوارات الوسط اللي تعداوا في تاريخ البطولة التونسية: فرانكوم، قيمة 600,000 يورو. العام هذا نظام الشامبيونز ليج يتبدل اللي يولي 4 مجموعات في محاولة باش تكون فما أكثر منافسة وفرصة ما أكبر الأكثر من إيكيب، ومجموعة الترجي يترشح منها هو وسان داونز ويقابل الأهلي المصري، والمواجهة الأولانية مش تكون اختبار صعيب برشا، الذهاب في مصر والترجي لازم يخرج بأقل الأضرار، وفي الدقيقة 11 عبد الله السعيد يصعب الماتش على الترجي. الكرة على جانب من خطيرة لأزارو، ضربة جزاء سيد الحكم أعلنها وصفرها وقالها وبطاقة صفراء، فعلها أزارو بذكاء كبير إلى مس الكرة ودخل وراح مباشرة للمدافع التونسي اضطره قلبي هو اللي بطاقة صفراء وجول. هدف أول، الهدف الأول لنادي الأهلي عند الدقيقة 11 من عمر المباراة. 10 دقائق بعد بنتو الأهلي الترجي يضغط والخنيسي يلقى الحل. بعد أسبوع الركنية تنفذ من الساسي الفرجاني، جول، هدف التعديل لصالح الترجي التونسي. يا سلام، فعلها من وسجل هدف التعديل في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول. كرة مباغتة ثابتة رائعة جدا للترجي الذي يعود ويعدل النتيجة، هدف وزنه من ذهب. وأول ما يبدأ الميطون الثاني أنيس البدري يجيب كوفرون في بلاصة قريبة والشعلالي ما يخيبش الظن. الذي يضغط على الخصوم، فوزي الذي يهاجم
تدخل وخطأ هنا من حسام عاشور أو من أحمد فتحي الذي يتلقى البطاقة الصفراء على هذا التدخل القوي، حتى لا أقول خشن وعنيف، لأنه في الكرة في الإسكندرية من أجل البقاء في الخلف والتنفيذ. واو بابا جول 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 جول، وينك يا شريف يا إكرامي؟ جول. بعد ما ماركات الترجي البونتو الثاني جوارة الكل ترجع على التالي في محاولة انهم يبقاو محافظين على النتيجة، ودقيقة 67 وليد ازارو يعدل يسار هجوم ولا لا جول 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 جول. جاء هدف التعديل في نهاية المطاف. يا سلام، هدف التعديل من قبل من سجل هذا. نعم، مسجل الهدف هو وليد أزارو. فعل وليد الضغط يولد الانفجار في دفاع الترجي التونسي. حتى كان الترجي كان يطمح انه يربح، تبقى نتيجة ايجابية 2-2 ضد الاهلي في مصر بالذات ماش حاجة سهلة، ومازال فما فرصة في تونس. وقتها علق فوزي البنزرتي في مؤتمر صحفي وقال ديما متفائلين ولازمنا نصلحوا اغلاطنا اللي عملناها لنا باش ما نعاودوهاش غادي. ماتش لياب وبعد 40 دقيقة في رسم الترجي الخنيسي ماركي الاول من بيلانتي. كرة للوراء عند انيس البدري. انيس البدري يلعب كرة طويلة ولكن عودة من معلول، يخطي معلول والكرة بالشبكة. لا 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 لا، يضيع فريق الترجي. هدية من معلول، واليوم يحتسب ضربة جزاء. ضربة جزاء يحتسبها الحكم الكبير والهيف. طه ياسين الخليسي اليسور، مرمى الاهلي من جديد. طه ياسين وجه لوجه مع كرامي في زاوية سيختار طه ياسين في الشبكة، سجل والتقدم للترجي. وضع الكرة في زاوية صعبة جدا، الترجي يتقدم بال1-0. وبعد 10 دقائق من موتو الخنيسي معلول يعدل للاهلي. رامي ربيعة، أحمد فتحي ورمعات من جانب اللاعب عامر السولية. أحمد فتحي كرة طويلة، ينطلق فريق الأهلي الآن عن طريق جونيور أجاي. تلعب كرة عرضية داخل المنطقة، محاولة خطيرة وهدف التعديل، هدف العودة لفريق الأهلي. الأهلي عن طريق معلول يعوض الخول، معلول يعدل النتيجة، معلول يفتح باب المجد ويفتح باب التسجيل لفريق الأهلي. وفي الدقيقة 62 معلول يلعب كرة طويلة الأجايي يمركي بها البونتو الثاني. واضح تماما خطى الشوط الاول، اعطاه عزيمه اكثر. علي معلول فرصه الثاني، الهدف الثاني عن طريق جاي. ما هذا يا الاهلي، ما هذا يا مارد. على الرغم من انه الترجي حقق اداء ونتائج ايجابيه الموسم هذا، اما اكيد البطوله مش الهدف اللي حاجته به جمهور الترجي. موسم 2017-2018 اللي كانت البدايه نتاعو مع نفس فتره نهايه شامبيونز ليج 2017، فوزي البنزرتي يوصل خدمته مع الترجي للجوله 13، وبعد ما حقق 10 انتصارات و3 تعادلات يقرر انه يستقيل، الحاجه اللي خلت الترجي يلقى صعوبه في التاقلم مع المدربين، بالذات انه يخلي معين الشعباني في شكل مدرب مؤقت، وبعدها يجي في بلاصته منذر الكبير اللي اشرف على تدريب ليكيب مده شهر، وفي 3 ماتشات حقق 2 تعادلات وربح 1، وبعدها يعين الترجي خالد بن يحيى، وفي نفس السيزون يسترجع خدمات واحد من اقوى الجوارات في تاريخه يوسف البليلي، يتعاقد مع الجول رامي جريدي ويبيع فخر الدين بن يوسف، ومع المدرب الجديد يحقق الترجي استقرار في النتائج والاداء، وفي 9 ماتشات تربح الترجي 6، تتعادل 2 وتخسر 1، واكيد نتائج كما هذه وتطور على مستوى الاداء مش يجيب لك البطوله وبفارق شاسع على اقرب المنافسين. وبالنسبه للكاس يخرج الترجي من دور ال16 على يد المتلوي. على المستوى القاري في دوري ابطال الموسم هذا طموح الترجي كان عالي مقارنه بالمواسم اللي قبل، واللي عرف زاد كيفاش يتاقلم مع الاصابات الموجوده في الليكيب، خاصه مع التشكيله القويه نتاعهم اللي كانت تتكون من رامي جريدي، الدربالي، الذوادي، شمام بن محمد، الوسط كان كوليبالي، كوم وبقير، والهجوم كان البدري، البليلي والخنيسي. في دور المجموعات ترشح الترجي كثاني المجموعه هي والاهلي. في ربع النهائي تقابل الترجي ليتوال المتصدر من المجموعه نتاعو، وفي الماتش الاولاني في رادس الترجي يفتتح النتيجه على بكري. وفي الدقيقة 28 عمار جمال رجع الماتش لنقطة الصفر بعد 50 دقيقة تتعدى من وقت الماتش، واللي في الغالب والمتوقع كان ماشي في التعادل. البليلي والدربالي يفاجئوا الناس الكل. ماتش الاياب اللي كان في سوسة الترجي كان اقل حاجة مطالب بالتعادل، وهذاك اللي كان ماشي طول الماتش، وبعد غلطة من ديفونس ليتوال كوليبالي قرر انه يوفي الماتش. الماجري هذا هو المطلوب بالنسبه للترجي الان، يشد الكره ويدور في الكره، يربح الوقت والثواني. ترجع الكره كوليبالي حط الكره كوليبالي خطيره جدا، يمشي كوليبالي وهدف انتهى للترجي الرياضي. الترجي الرياضي يسجل هدف الدومي فينال عن طريق فوسيني كوليبالي. الترجي الرياضي يسجل هدف النصف النهائي عن طريق فوسيني كوليبالي. بعد ما ترشحت الترجي لنصف النهائي تقابل
مقابل الأنغولي بريميرو دي أغوستو. والترجي في الماتش هذا كان يأمل إنه على الأقل يخرج متعادل، وفي الدقيقة 80 شوطة من بعيد تفسد كل شيء. فوسيني كوليبالي لا خوف عليه، ما عندوش انذار، وهذه الكرة لإسحاق اللي واسع. لا يا شمس الدين، لا يا شامون، لا. وما زالت الخطورة، والهدف الأول للفريق الأنغولي، الهدف الأول للفريق الأنغولي بأخطاء دفاعية للترجي. بعد خسارة الترجي الماتش هذا يقرر الترجي انه يعين مساعد المدرب معين الشعباني كمدرب اساسي. وقتها علق معين الشعباني وقال: تدريب الترجي شرف وحلم كنت نتمناه، وان شاء الله نكون قد المسؤولية. ماتش الإياب يدخل الترجي ضغط على المنافس بهدف انه يماركي في اسرع وقت، اما الحاجة اللي ما قالهاش حساب هي غلطة رامي جريدي في اول 8 دقائق. تمشي كرة جيرالدو يوزع كرة جيرالدو خطيرة، حذاري تسديد الحارس، الله ممتازة، مرة أولى مرة ثانية ستار، والهدف الأول البريميرو، هدف أول البريميرو أغوستو. مش ممكن، الترجي 3-4 فرص في البدايات، وبريميرو أغوستو يسجل هدف غالي، دقيقة 7 وهدف قاتل. اما حتى كان المهمة تولي اصعب، الترجي ما يستسلمش ويجيب بونتو التعادل. بن محمد يلعب كرة ليوسف البلالي، حط كرة لعب مع كوم، يمشي فرانكوم يرجع كرة البلالي وضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي. لم تنتهي بعد معركة رادس، 15 دقيقة لعب في الشوط الأول، يمشي البلالي، جول، هدف التعادل للترجي الرياضي التونسي. سنعيد سيناريو 98 لما سجل لاغوستو واحد بلاش في أول دقيقة ورد الترجي ب3 ومشى للكاس. سنردها يا بريميرو، سنردها يا داغوستو، ونعيدها، نعيد ذكريات الماضي. ومرة أخرى الحل يكون عند البلالي والترجي يتقدم في النتيجة. كرة ثابتة في نصف نهائي، في نهائي راهي الكرة الثابتة مهمة جدا، اشترى الربح. العب يا البدري، هيا بالراس خطيرة، مرة ثانية يرجع كرة بوبو، ترجع الكرة، رجعها في منطقة الجزاء، ما زالت خطيرة، ارتبك، ترجع كرة خنيسي حات الكرة الترجي الرياضي، يمشي البدري، حات الكرة بدري عدى، يوزع كرة، هيا الجول الثاني يعقوبي، الهدف الثاني للترجي التونسي. الله على أحمر يصبغ، الله على أصفر يطبع، الله على اسمك يا الترجي لما يكتب. 2-1 للترجي، لن يمروا هنا من جحيم رادس، ما يخرجوش من جحيم رادس. أما حتى كان تقدم الترجي بنتيجة 2-1 مازال يعتبر خارج المسابقة، قانون الهدف خارج الديار. وفي الميتون الثاني دقيقة 64 بريميرو دي أغوستو يفاجئ رامي جريدي بكرة على بعد أكثر من 30 متر. إن شاء الله تعدى هذه على خير، لأن الوقت في الدقيقة 18 من الشوط الثاني، 2 الترجي 1 بريميرو. حذاري باش يشوط ديريكت اللاعب باكومبا رقم 13، بوكامبا رقم 13 باش يشوط اللاعب بوكامبا، وهذا بالتعادل. مش معقول الترجي كاس افريقيا هذه من غير حارس، مش ممكن. كنت ننبه قلت لك بوكامبا باش يشوط، مش معقول بصراحة. 2-2 مباراة في الدقيقة 63 ترجع 2-2، زيد تهرب برشا على الترجي الرياضي. بعد ما ولات المهمة أصعب على الترجي وبرشا أيسو من النتيجة، هيثم الجويني ماركي عن طريق رامي جريدي، توا لها ضمت الهدف الثاني. كيفاش كرة دخلت، ترجع الكرة من رامي جريدي، يلعب رامي، كرة للترجي الرياضي عن طريق يوسف، يمشي البلالي، يهز على اليمين، برافو، ممتاز يا دربالي، ما تضيعش يا دربالي، سامح الدربالي، يلعب كرة، والهدف الثالث، أي مباراة يا ترجي، الهدف الثالث، هيثم جول، هيثم الجويني بالريمونتادا بذكريات الهلال. 3-2 للترجي، شال الرابع جاي. بعد بونتو الجويني جوارات الترجي الكل تقدم، والديفونس ولا يلعب في كرات طويلة لقدام، وفي واحدة من الفرص أنيس البدري يقلب كل شيء. رامي جريدي يمشي، رامي مازال وقت باش نلعب الكرة الطويلة هذه، لازم نبنيو، والكرة تمشي من الجويني خطيرة، والهدف الرابع، الترجي في النهائي، يا بدري
يترشح الترجي مرة أخرى بعد 6 سنين الفينال الشامبيونز ليج، ومرة أخرى يرجع يقابل الأهلي. يدخل الترجي ماتش لالي بتشكيلة العادة 4-2-3-1، وبعد 30 دقيقة في الماتش تاخذ الأهلي بيلانتي. تعدي الكرة أهلاوية خطيرة وإمكانية، والحكم يعطي ضربة جزاء، والحكم عبيد يعطي ضربة جزاء في وجه لوجه مع معاذ بن شريفية. وليد سليمان والهدف الأول للنادي الأهلي. يسارية قوية والنادي الأهلي يأخذ الأسبقية. وفي الميطان الثاني الأهلي يزيد البونتو الثاني. وليد سليمان وليد مش معقول. لا هفوة قاتلة من حسين الربيع، هدية دفاعية ترجية. وبعد محاولات من الترجي في آخر نص ساعة البلايلي يجيب بيلانتي. شعلاني وهذا يسار وضربة جزاء للترجي. هذا ياسر جيبها ياسر أو يوسف البلايلي، جابها الجزائري البلايلي. أعصاب يا ناس، أعصاب. البلايلي والشناوي يمشي، البلايلي جول. يا الترجي أمان، هاو المكشخة في ثوب السلطان. وفي الدقيقة 75 تتزفر بيلانتي للأهلي، تحطم أمال الترجي في الرجوع. محمد هاني يعديها الكرة بسرعة والعرضية وإمكانية هجومية للنادي الأهلي، وضربة جزاء. ماذا هناك؟ شنو هذا؟ الحكم الجزائري يفاجئ الجميع بضربة جزاء. وليد سليمان في سيناريو جديد، والهدف الثالث للنادي الأهلي. بعد ما وفي الماتش علق معين الشعباني وقال تعرضنا للظلم أما لازم نبقاو مركزين ونوعدوا الجمهور اللي البطولة مش تقعد في تونس. ونهار 9 نوفمبر 2018 يجي التاريخ الموعود، يدخل الترجي الماتش هو ميطان كامل ماهوش لاقي حل باش يماركي، وفي نفس الوقت خايف يقبل بونتو. وفي الدقيقة الأخرى من الميطان الأول بقير يماركي البونتو الأول. ترجع الكرة كولي يمشي كولي، واحدة كولي جريلو هي خنيسي خطيرة، والكرة لأنه مستحيل الترجي يكون سيء مثل الشوط الأول. في الميطان الثاني مرة أخرى بقير يحضر. غيلان حط الكرة بدري، شوت يا بدري يلعب كرة هز على اليمين، خرج لك يا بلالي ممتاز، البلالي بامتياز، ترجع كرة بدري حط الكرة، هيا نتيجة 2-0 مع أسبقية هدف خارج الديار، التتر مازال عند الترجي. آخر 5 دقائق من الماتش مع تقديم جوارات الأهلي، البدري يخطف كرة من ديفونس الأهلي ويقرر أنه يحسم الماتش. تمشي كرة طويلة عن طريق الحارس بالراس، يوصل الميدان عاشور والضغط وفك كرة، امشي زيد، خرج له واحد دوبلومون، امشي بالكرة، اعطيها بدري اضرب يا بدري. تغيرت الأجيال وتونس دائما برجالها، ديما وين متروح الخضرة برجالها.
بعد الماتش رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينو علق وقال: نهائي بأتم معنى الكلمة، واستحق الترجي الفوز. بعد التتويج هذا يتوجه الترجي لكأس العالم للأندية في الإمارات، ويخرج من البطولة في ربع النهائي ضد العين الإماراتي. موسم 2018-2019 كالعادة تحت قيادة تدريب معين الشعباني يتعاقد الترجي مع حمد الهوني بقيمة 300,000 يورو. على مستوى الدوري الترجي يحسم البطولة قبل 3 جولات، وحتى خسارة 3 ماتشات الأخرانيين ما أثرتش على اتجاه البطولة بحكم كانت فايتة برصيد 11 نقطة، وهداف البطولة كان الخنيسي بالتساوي مع الشواط. وبالنسبة للكاس الترجي تخرج من نصف النهائي ضد صفاقس اللي عامتها كان هو المتوج. على المستوى القاري تلعب الترجي كمدافع على اللقب متاعها، وتترشح كمتصدر للمجموعة بعد ما تربح 4 ماتشات وتتعادل زوز، وتقابل في ربع النهائي قسنطينة الجزائري. ماتش اللي مش يكون في الجزائر، واليعقوبي في دقيقة 74 يحسم الماتش. مرة مرور الكرام على نسيم ياتو رحماني بالانتظار. كرة ممتازة، كرة جول، كرة جول. الترجي بالمطرقة محمد اليعقوبي. الواضح انه الترجي على مدى السنين هذه الكل كان يعاني من برشا مشاكل في الديفونس، اما هذا ما يمنعش انه الموسم هذا عنده واحد من اقوى الهجوم في افريقيا. وفي ماتش الإياب في رادس سعد بقير يحسم الماتش من اول نص ساعه. جريدي راميريز والكونتر اتاك وتلعب الكره ممتازه ويهرب يوسف البلالي. شكون يجيبه؟ شكون يقدو؟ شكون يشدو؟ تشاو بيلا والكره للثاني يضرب الكره حطها بقير. العب كره الثانيه بقير، الثانيه بقير. دير يا بقير، دير يا بقير، دير. ونحن وراك بالدير. 2-0 للترجي الرياضي التونسي. نصف النهائي الترجي تقابل مازيمبي، والماتش يوفى بربح الترجي بونتو البلايل. بياضة الصورة ولينا ما عادش نشوفه في الكرة. ترجع وهذا جول، جيب الجول يا خنيسي، جيب الجول يا الترجي. في ماتش الإياب يكتفي الترجي بتعادل 0-0 ويترشح لثاني فينال شامبيونز ليج في ظرف عامين. في الفينال الترجي قابل الوداد اللي كان تحت تدريب وقيادة فوزي البنزرتي. وفي الماتش رغم اللي كان الترجي متقدم ببونتو كوليبالي والوداد كان يلعب بورقة حمراء، اما هذا ما يمنعهمش انهم يعادلوا. معز امام الدفاع، الدفاع العالي للترجي لابعاد كل المشاكل امام معز بن شربية. اسماعيل الحدادي وسع كرة بالراس وهدف التعادل للوداد المغربي. بعد الماتش في المؤتمر الصحفي معز بن شريفية قول الترجي قال: تعادل ثمين، اما لازمنا نبقاو مركزين وناخذوا العبره من فينال 2012. في ماتش الإياب اللي كان في رادس الترجي كان متفوق في مجموعه 2 ماتشات، وعلى الاقل كان مطالب بتعادل 0-0. وفي الدقيقه 41 ياكد البلالي تفوق الترجي. ترجع الكرة بلالي، يوسف البلالي حط الكرة للترجي التونسي. شوط ممتاز من الترجي، يلعب الكرة كوليبالي ناقص بونتو، يمشي بالكرة اغلى بونتو، احلى بونتو، اهم بونتو انه يصير ما يغلطش. عندك عودالو يا كوم لبقير، وبقير بن محمد يمشي حمل ايرلندي يدخل القلب التونسي، حط الكرة حلوة، اضرب كرة يليه. الهدف الاول الترجي برجاله، الترجي يا دولة، اضرب يا بلالي، اضرب يا بلالي. الدقيقة 59 يعدل الوداد النتيجة، اما الحكم يلغي البونتو. حط الكرة الناهري عاد الكرة من سعد بقير، والكرة خطيرة. شوف الحسوني ديما روتار دفاع الترجي، حذاري في هذه اللقطة العرضية صعبة جدا، والكرة ترجع صعبة جدا بالراس. وهدف التعادل ولكن هدف يلغى لوليد الكارتي. حذاري ماذا هناك في هذه اللقطة؟ هل هناك تسلل؟ سنتأكد من الأمر. والحكم بكري قسمة بمساعدة كاميرا يقول هدف ملغي للوداد. بعد إلغاء البونتو هذا جوالات الوداد يحتاجوا ويقرروا انهم يحبسوا على اللعب، والاحتجاج بقى متواصل لآخر الماتش رغم الظروف اللي صارت في الماتش والكلام اللي اتقال من الصحافة التونسية المغربية ولا حتى العالمية. اللقب تحسم للترجي ويتقيد كرابع رابطة أبطال في تاريخه، وأول إيكيب تونسية تتوج بالشامبيونز ليج مرتين على التوالي. التتويج هذا أكثر من 2 ألقاب، هو درس في الكرة التونسية، إدارة مالية قوية، ثقة المدرب صغير، وروح انتصارية في المجموعة تخلت حقبة تاريخية وجيل تاريخي مش يبقى محفور في ذاكرة كل مكشخ.